هو مستحيل احرق دهون لو متوتره والكورتيزول عالي. صعب جدا. والاشواجندا مش هتساعدك. في 10 حاجات احلى من الاشواجندا. تحت توتر دائم ونومك مش متظبط والكورتيزول بتاعك عالي وفي بقى دوشه كتير، دي 3 مرات اصعب في حرقك للدهون اكتر من مقاومه الانسولين اللي كل الناس بتبقى خايفه منها. هقول لك في الفيديو ده على 10 حاجات ينفع تعملها فورا وتهدي التوتر بتاعك والكورتيزول يقل فورا، وحاجات بتاخد وقت شويه. وركز في كل حته فيه لانك مش هتلاقي المحتوى ده على الانترنت في اي حته، ولا محتوى عربي ولا اجنبي. فركز معايا عشان تعرف ازاي تدخل حاجات من دي وحاجات من دي. اول حاجه كلكم عارفينها، ان انت تبقى في حمام سخن بالملح الانجليزي. فاكرين زمان اللي هو لما بيعملوا مثلا حله ميه كده ويحطوا فيهم رجليها ويحطوا فيها ملح انجليزي؟ دي من اكتر الحاجات اللي بتاخد من 20 دقيقه ل 30 دقيقه في ان هي بتقلل التوتر، لانها بتخلي جسمك يمتص المغنيسيوم اللي على الجلد، فده بيعمل استرخاء لعضلاتك المشدوده. فدي من ضمن الحاجات اللي بتاخد من 20 ل 30 دقيقه. ركز معايا في كل حرف. الكاكاو الخام بيرفع السيروتونين، والعمليه دي بتاخد من 30 دقيقه ل 60 دقيقه، فدي بتاخد وقت اطول شويه عشان تحسسك بهدوء واتزان نفسي اكتر. طيب المغنيسيوم من اهم الحاجات اللي انت تاخدها عشان تقللك التوتر، بس هو بياخد اصلا عشان يشتغل من اسبوع ل3 اسابيع. بناخد مغنيسيوم جلايسينيت او مغنيسيوم ستريت، بتاخده قبل النوم مباشره حوالي 300 400 مللي جرام. من الحاجات المهمه جدا ان لو انت بتتعرض لتوتر مزمن تاخده، ولو انت نومك مش متظبط تاخده. طيب في كمان التريبتوفان. التريبتوفان انا كنت اتكلمت عليه قبل كده في فيديو، والبنات تركز معايا جدا. التريبتوفان ده حمض امين بيتحول في جسمنا لميلاتونين، وبيتحول في جسمنا لسيروتونين. ده مش مفعوله فوري ولكن مش بطيء جدا جدا، فبياخد تقريبا حوالي ساعة لساعتين. بناخده برضو قبل النوم، بس ده الافضل انك تاخده من غير اي اكل عشان امتصاصه يبقى احسن قوي. طيب ايه اكتر حاجه بتجيب نتيجه فوريه لو انت بتتعرض لتوتر حالا؟ العيال عماله تعمل دوشه حواليك وانت متوتر جدا وشغلك فيه رخامه جدا جدا جدا. تمارين التنفس، لانها شغاله على الجهاز الباراسمبثاوي. تمارين التنفس اعملها بتقنيه البوكس تو بوكس بريذنج. انا كنت قلتها قبل كده في كذا فيديو. دي بالظبط 4 ثواني من مناخيرك، وتحتفظ ب4 ثواني النفس وتطلعه ببطء 4 ثواني، وما تاخدش نفسك كمان 4 ثواني. اعملها 5 مرات. ده بياخد من 20 ثانيه لدقيقه في تقليل التوتر فورا. فده من ضمن الحاجات اللي هي لازم تكون بتعملها كل يوم. الناس اللي متابعه معايا اونلاين عارفين الحركه دي، ان انا بعملها لهم دايما. بقول له وانت بتاخد المغنيسيوم بالليل لازم تعمل التمارين دي عشان تحسن من نتيجته تبقى بسرعه جدا. وانت بتاخد الاشواجندا في الوقت بتاع الصبح اعمل معاها في نفس الوقت تمارين التنفس عشان تبقى محافظ على هدوءك في الوقتين دول. طيب الاشواجندا اللي احنا قلنا عليها، الاشواجندا من اكتر الحاجات المهمه، ولكن بتاخد وقت طويل جدا في ان هي تعمل لك نتيجه حقيقيه. بتاخد من اسبوعين لشهر، لانها بتحافظ على توازن الكورتيزول في الوقت الطويل. يعني بتاخد وقت من اسبوعين لشهر. على المدى الطويل جدا تبدا تحسن ده. فانت لازم تكون ذكي وتربط الحاجات اللي انا قلتها. خلي الفيديو ده عندك لان لسه هقول حاجات كمان مهمه. ارجوكوا ده من اهم المحتويات اللي ممكن تلاقوها والله العظيم بتتكلم في الموضوع ده. فخلي الفيديو ده عندك عشان انا عاوزك تدخل حاجات من دي مع حاجات من دي حسب حالتك انت، حسب الحاجات اللي بتتعرض لها. واسالني في الكومنتات على اي حاجه انا لسه قلتها، هجاوب على كل الكومنتات. وقول لي اعرضك اكتر وانا معاك خطوه بخطوه. طيب الثيانين ده من ضمن الحاجات اللي انا لما اشتغلت بيها مع ناس معينه فرق معاهم جدا جدا، لانه اولا هو بيشتغل على موجات الالفا اللي في مخنا. طيب دي بتعمل ايه؟ دي بقى حركه صايعه جدا، بتهديك من غير ما تدخل في مود النوم وتزود تركيزك شويه. لو انت اصلا هتاخدها بالليل هي هتحسن جوده نومك، هي مش هتنيمك بس هتحسن جوده نومك. طيب انا مثلا بفكر ايه؟ انا بفكر اخده في الوقت اللي انا بعد ما اخلص شغلي، ولما اجي ابدا اقرا اي حاجه كده بقرا قبل ما انام مثلا بساعه ولا حاجه. فالوقت ده اعتقد ان هي هتديني نتائج كويسه. انا لسه ما جربتوش بس هجربه الفتره اللي جايه. طيب الكاموميل واللافندر اللي انا اتكلمت عليه في فيديو قبل كده برضو، اللي هو قلت ده حاجات المهمه اللي بتقلل الكورتيزول، دي بتاخد من 30 دقيقه ل 60 دقيقه. بس دي فيها حته دي اعشاب زي اللافندر والكاموميل، او حتى انك تشم بالمناسبه اللافندر يعني. دي من ضمن الحاجات اللي بتشتغل على جابا في مخنا. دي برضو مستقبلات في مخنا، بس هي عايزه عوامل مساعده. ليه قلت لك خلي الفيديو ده عندك؟ عشان النقطه زي كده. عوامل مساعده يعني ايه؟ يعني ده ما ينفعش تكون انتوا تفهموا الحته دي والله العظيم. وقولوا لي في حد فهمكم الحتت دي زي كده ولا لا قبل كده. دي بقى بتعمل ايه؟ ما ينفعش يبقى انت العيال عماله ايه بتعمل دوشه حواليكي وبتاع، وانت بتشربي مثلا كوبايه كاموميل ولافندر ومفكره هتعملي حاجه. لا، في الوقت ده هنعمل تمارين التنفس. انما الكاموميل واللافندر هي عايزه وقت هادي، فانت بتهدي الاضاءه بتاعتك، بتسمعي مزيكا معينه وتشربي الكاموميل لافندر عشان الموجات الجابا دي تبدا تستجيب لكل دوت، ويبدا يحسسك بالاسترخاء اكتر شويه. اذا ان العلم يا جدعان سوبر سكسي، انك تبقى فاهم كل حاجه هي شغاله ازاي وبتواجه ازاي وبتخاطب عقلك ازاي. مش بلاله، مش اللي هو ايه يلا خد مش عارفه ايه ويلا خد مش عارفه ايه ويلا خد مش عارفه ايه وخلاص. ده كلام عبيط جدا. انت لازم تبقى ذكي وعارف مشكلتك ايه.
مشكلتي في النوم. طب انا هقول لكم حته كمان. طب النعناع اقسم بالله من اهم الحاجات اللي ممكن تاخدها لو توترك مصحوب بيه وجع في البطن او انت حاسس بتشنجات في جهازك الهضمي، هنا النعناع لازم يدخل. لو انت خدت بقى كاموميل ولافندر في الوقت ده هيساعدك بس مش قوي، بس لو انت دخلت نعناع في الوقت ده هيساعدك وقوي جدا. والنعناع ما بياخدش وقت على ما بيشتغل، بياخد من 30 ل 60 دقيقه. اعملوا منشن في الكومنتات هنا لاي حد عنده اي مشكله في ده، لان صعب جدا انك تخس لو انت عندك توتر ولو انت الكورتيزول بيعلى منك. ولازم تبقى ذكي جدا. ينفع تاخد المغنيسيوم مع الاشواجندا. الاشواجندا هتجيب لك نتيجه مع المدى الطويل، والمغنيسيوم هياخد اسبوع عشان يشتغل، ولكن الحاجات اللي انا قلت بتجيب نتيجه فوريه لازم تبدا بيها من حالا. قول لي في الكومنتات دلوقتي الفيديو ده استفدت بيه كام في الميه، ولازم تقول لي في الكومنتات. وعاوز فيديوهات تانية بنفس الفكره دي ولا لا، وعايزك تقول لي في الكومنتات ايه الاعراض بتاعه التوتر بتاعتك مصحوبه بايه تاني، وانا هرشح لك حاجه معينه ممكن تعملها وهتفرق معاك جدا. انا هقعد معاكم ساعتين ثلاثه كده على الفيديو ده، كل الكومنتات انا هشوفها وكل الكومنتات هرد عليها انا والتيم بتاعي. ويعني ما تنسوش ان ممكن تكون الخناقه صعبه بس بدايه الابطال، ودي هقول لكم ايه هي الايام الجايه. وانا مش بس دكتور محمد عصام دكتور الدايت، انا صاحبك في الرحله. ايه الاعراض الفيزيائيه لارتفاع هرمونات التوتر؟ يعني ازاي تبقى عارف ان خلاص هرمونات التوتر عندك عاليه، كورتيزول بالذات. يعني انت صاحي من النوم عارف لو متيبس كده، انت ما عملتش اي مجهود امبارح ونايم عادي يعني، بس مش قادر، رقبتك كده عمال مش مرتاح كده، هدومك كده بدات تضيق عليكي وبالذات من عند البطن، شعرك بيقع او الشعريه ذات نفسها بدات تبقى ثن كده، تبقى رفيعه اكتر، ده مش شعرك، تحسي ان هو ده مش شعرك كده. طبعا الكريفنج بتاع السكر بقى عالي جدا، انت دايما عايزه تاكلي سكريات، بقيت مش عارف تنام كويس ودايما بتوفر ثينك في اي حاجه، انت دايما عمال بتفكر حتى لو هي حاجات عبيطه وحاجات تافهه بس عماله بياخد منك وقت وضربات قلبك بتزيد فيها. عندها اي تويتش، ان عينك بيبدا تحس ان هي فيها رفه كده بسيطه، مشاكل في الهضم، انت دايما مش مرتاح، بتحس وجع في معدتك حتى لو انت مش اي حاجه، وجع بيخليك محني كده. دي الاعراض الفيزيائيه لارتفاع هرمونات التوتر اللي لما بتحصل انت لازم تتصرف ولازم تحلها. بس قول لي انت عندك كام عرض من دول؟ لو عايز تطمن وتشوف الموضوع واصل يعني لحاجه صعبه ولا لا، انت ممكن تعمل تحليل للكورتيزول 8 الصبح و8 بالليل، ده لازم يبقى في نفس المواعيد، وتعمل تحليل لهرمونات الغده الكظريه. في ناس قالت لك لو عندك ارق خد مغنيسيوم، لو عندك توتر وبتاع مش عارفه ايه خد اشواجندا. طب تاخد قد ايه وينفع تاخده مع بعض ولا لا؟ الفيديو ده مهم لكده. لو انت عندك تشنجات وارق وتوتر وحالتك النفسيه مش في افضل حالاتها ومش هتعرف تنام كويس ودايما ضربات قلبك بتبقى زايده، الاثنين مع بعض مهمين جدا انك تاخد مغنيسيوم واشواجندا. في برودكتس اصلا بتنزل الاثنين مع بعض. المغنيسيوم كمان اللي انت مش عارفه بيساعد على امتصاص الاشواجندا وانك تستفاد بيها، فخدهم الاثنين مع بعض وهيفرقوا لك جدا جدا. انا جربت ان انا كنت باخد ده لوحده في فتره ما عشان اعالج الارق، وجربت ان انا اخد الاشواجندا لوحدها. لما عملت ان انا كنت باخد الاثنين مع بعض وظبطت نومي، الاثنين دول فرقوا لي جدا جدا في اتزان حالتي النفسيه. فخدهم مع بعض. المغنيسيوم خد اكتر من 200 مللي جرام، الاشواجندا خد اكتر من 300 مللي جرام، والاثنين خدهم بالليل هتفرق معاك جدا 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 في النوم. خلي الفيديو ده عندك عشان ما تنساش النسب، وابعتها لحد من صحابك عنده المشكله دي عشان تبدا تحرق دهون بصوره فعاله.